والصحابي الذي لقب بسيد الشهداء وأسد الله؟ سيد الشهداء وأذن الله: عمر بن الخطاب، معاذ بن جبل، حمزة بن عبد المطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. معكم عزة جيمر. اليوم يا جماعة الخير فيديو جديد من سلسلة رمضان يا جماعة. هذا يكون بإذن الله الفيديو الثالث في تحدي رمضان يا جماعة الخير. ما تنسوش قبل ما نبدأ لايك، شير عليه، سبسكرايب، وتشوفوا الفيديوهين اللي قبل اللي عملت فيهم تحدي فيهم مفاجأة يا جماعة الخير. فاليوم أتحداك أنت يا مشاهد بعنوان أسئلة دينية متنوعة وممتعة. من هو؟ صعب يا جماعة الخير. قبل ما نبدأ لايك، شير عليه، سبسكرايب. خلينا نشوف حالي، هل أنا كيف في الدين؟ فتنسوش تشتركوا في القناة، وبعدين تحدوني في التعليقات هل راح تقدر تجاوب عليهم ولا لا. ليتس جو. ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ كفالة اليتيم، الصلاة في وقتها، كثرة الصيام. لا يا جماعة، الصلاة في وقتها يا جماعة. أحد أحب الله. دائما يا جماعة الخير صلي يا جماعة، ما تقطعش الصلاة. والله الصلاة أهم شيء في الحياة. الصلاة يا جماعة. الجواب: الصلاة في وقتها. ما هو أول طعام أهل الجنة؟ ما هو أول طعام أهل الجنة؟ العسل، لحم الطير، كبد الحوت. والله يا جماعة لا أدري، ولكن على ما أعتقد العسل. والله أعلم. ممكن العسل، معقول، لأن سامع إيش عن العسل ومش عارف. الجواب: كبد الحوت. كبد الحوت. أوكي. هل عرفتوها قبلي؟ عرفت الطريقة. أنا جبت غلط يا جماعة. كم عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن؟ عادي يا جماعة اللي بعرفهم: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، 25 على ما أعتقد. أنا عديت 23 فرص، 25 أكثر من 20. الجواب: 25. هل بتقدر جماعة تحكيهم كلهم في التعليقات؟ احكي لي اياهم كل اسمائهم في التعليقات. ما هي أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعظم معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم كانت هي القرآن الكريم. هو أعظم كتاب في البشرية يا جماعة الخير. فالقرآن الكريم يا جماعة الخير، هذه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم معجزة الرسول. الجواب: القرآن الكريم. من هو الشخص الوحيد الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هو الشخص الذي قتله الرسول؟ لم يقتل أبا جهل ولا أبا لهب. أعتقد قتل أبي بن خلف. لم يقتل أبا جهل وأبا لهب. أبي بن خلف على ما أعتقد. الجواب: أبي بن خلف. أبي بن خلف. سورة على اللفظ يا جماعة. السؤال السادس: من هو النبي الذي كانت زوجته وابنه كافرين؟ هود عليه السلام، لوط عليه السلام، نوح عليه. أنا أعتقد لوط كان زوجته وابنه كافرين، أبناء كافرين. بس كذا من حادثة الله خسف فيهم الأرض. أنا أعتقد لوط عليه السلام، سيدنا لوط عليه السلام. الجواب: نوح عليه السلام. طيب سيدنا لوط إيش كانوا بالضبط؟ كانوا بين من ربنا؟ من هو أول صحابي سل سيفه في سبيل الله؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خالد بن الوليد، الزبير بن العوام. هو بين خالد بن الوليد والزبير بن العوام، لكن أنا أميل إلى الزبير على ما أعتقد. الزبير بن العوام صح؟ الجواب: الزبير بن العوام. 8. من هو النبي الذي أنزلت عليه التوراة؟ موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام. عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل. إبراهيم عليه السلام ما أنزل عليه يا جماعة. إحنا بعرف التعليقات. وموسى عليه السلام هو الذي أنزل عليه التوراة لليهود يا جماعة. موسى عليه السلام. الجواب: موسى عليه السلام. السؤال التاسع: كم عدد الأصنام التي كانت حول الكعبة قبل الإسلام؟ حلوة جماعة. هذا ورب الكعبة راح أحذرها تحذير، لكن على ما أعتقد 260، 360، 460. خلينا نحكي خير الأمور أوسطها 360. مش متأكد. الجواب: 360. زودت معي يا جماعة الخير. خير الأمور أوسطها يا جماعة. 10. من هو النبي الوحيد الذي سماه الله بنفسه؟ يحيى عليه السلام، عيسى عليه السلام، يونس عليه السلام. سماه الله بنفسه. عيسى لا، ولا يونس عليه السلام. أنا أعتقد يحيى عليه السلام
سماه الله بنفسه لكن لا. الجواب يحيى عليه السلام. حجيب صح في التعليقات. من هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بيحكوا لك المتنبي. المتنبي عصر جاهلي يا جماعه. سلمان الفارسي، حسان بن ثابت. على ما اعتقد انا سمعت في حسان بن ثابت، فخلينا نروح مع حسان بن ثابت. الجواب حسان بن ثابت. من هو النبي الذي علمه الله منطق الطير؟ موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، سليمان عليه السلام. منطق الطير اللي هو يعني يحكي مع الطيور ومع الحيوانات. كان سيدنا سليمان عليه السلام يحكي معهم يا جماعه، فهو سيدنا سليمان عليه السلام على اعتقاد تام. الجواب سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان عليه السلام. يلا مين هذا؟ ماذا سمي أهل المدينة بعد الهجرة النبوية؟ المهاجرون، الأنصار، الحواريون. المفروض أهل المدينة هم هاجروا، هم المهاجرون صح؟ ولا الأنصار؟ مهاجرون؟ المهاجرون؟ أنا أعتقد الأنصار. الجواب الأنصار. أنصار صح. لأنه المهاجرون هم هاجروا من مكة إلى المدينة على ما أعتقد. صح؟ من هو النبي الملقب بشيخ الأنبياء؟ ملقب بشيخ الأنبياء إدريس، نوح، إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، إدريس. على ما اعتقادي ولكن لا أدري يا جماعة الخير، والله صححوني فيها إدريس عليه السلام، ولكن أنا قلبي الجواب لكن إدريس. نوح عليه السلام. اثنين غلط. اللي بيعرف ليش يحكي لي في التعليقات يا جماعة. 15. ما هي السورة التي أبكت النجاشي ملك الحبشة؟ على ما أعتقد سورة الروم يا جماعة، هي السورة التي أبكت النجاشي ملك الحبشة. ولا سورة مريم لأنه كان مسيحي. خلينا نشوف، ممكن سورة الروم. الجواب سورة مريم. من هو الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ سعد بن معاذ، عمرو بن العاص، عثمان بن عفان. جماعة أنا ما أعتقد الإجابة بين سعد بن معاذ وعثمان بن عفان، لكن سأذهب إلى سعد بن معاذ يا جماعة، بن معاذ على ما أعتقد. الجواب سعد بن معاذ. ما هي السورة التي تشفع لقارئها يوم القيامة؟ سورة الملك، سورة الكهف، سورة البقرة. أمي بتيجي تحكي لي اقرأ سورة الملك قبل ما تنام، سورة الكهف يوم الجمعة والبقرة كل يوم. أعتقد سورة الملك اللي تشفع لقارئها يوم القيامة، صح ولا لا؟ الجواب سورة الملك. من هي المرأة التي نزلت فيها سورة المجادلة؟ هند بنت عتبة، زينب بنت جحش، خولة بنت ثعلبة. جماعة هذا أنا بتذكرها، أخذتها الدين وأنا صغير يا جماعة. استنى مين؟ على ما أعتقد اعتقادي خولة بنت ثعلبة، والله أعلم، صح ولا لا؟ الجواب خولة بنت ثعلبة. صح الحمد لله. سؤال 19. من هو الصحابي الذي لقب بسيد الشهداء وأسد الله؟ سيد الشهداء وأذن الله، عمر بن الخطاب، معاذ بن جبل، حمزة بن عبد المطلب. على اعتقادي حمزة بن عبد المطلب، ولكن على اعتقاد حمزة بن عبد المطلب، على اعتقاد. الجواب حمزة بن عبد المطلب. أجيب الصح في التعليقات. 20. من هو النبي الذي قتل جالوت؟ داوود عليه السلام، موسى عليه السلام، إسماعيل عليه السلام. أنا أعتقد الإجابة بين داوود عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. أنا قلبي أنا أعتقد أنا نسيت القصة يا جماعة. هو بين، خلينا نروح مع داوود عليه السلام، لكن قلبي يقول إسماعيل عليه السلام. الجواب داوود عليه السلام. اخبرنا في التعليقات كم عدد الأسئلة اللي جبت عليها، وأخبرنا رأيك واقتراحاتك. جماعة الخير اخبروني في التعليقات كم عدد الأسئلة اللي جبت عليها لما تحدثوني. أنا يا جماعة قد جبت، يمكن جاوبت على 2 3 غلط. فإذا عجبته تنسوش لايك، شير، عليه سبسكرايب. كان معكم عزيز جيمر، سلامات كل الحب.